أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المشاهدون في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير والمحبة والسلام، كما أصلي وأسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أحبابي الكرام، هذه هي الحلقة 17 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية، وأسعد بكم دوما في هذا اللقاء الأسبوعي، ونأمل إن شاء الله أن نكون دائما عند حسن ظنكم وعند حسن متابعتكم فيما نبثه من برامج وأفكار. اليوم ارتأيت مشاهدي الكرام أن أتحدث قليلا عن فن الخط العربي، وهو واحد من الأشياء التي برضو لعبت دور كبير في تثبيت ودعم اللغة العربية بكل فنونها وآدابها. ذلك أنني أزعم فأقول ليس هنالك في الخطوط غير العربية، يعني خصوصية هذه اللغة أيضا تتميز في أنها لها قدر هائل من الفنون. واحدة من الفنون خط الفن، وإلى درجة أنه العرب سموه فن الخط العربي. تصفحت أنا في عشان أعمل مقارنة على الأقل بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية، ففي عمنا جوجل وسألت عدد من برضو من لهم علاقة باللغة الإنجليزية، فلم يعني مدوني المعلومات إنه الكم الهائل الموجود في فن الخط العربي ما موجود حتى في اللغة الإنجليزية. قد يكون بشكلين ثلاثة، لكن بالنسبة للخط العربي يعني هنالك أكثر من 3-4. لكن بشكل عام نقول إنه يعني في أنواع الخط العربي، وبالصور إن شاء الله تشوفوها، في خط النسخ. وخط النسخ ده يتميز بأشياء محددة، وأنا حتحدث عنه كل خط وما يتميز به، والزملاء المخرجين إن شاء الله في هذه القناة المباركة يدخلوا لنا نوع الخط. فعندنا خط النسخ وخط الرقعة، وأيضا في خط الثلث، وهناك الخط الديواني، وأيضا هناك الخط الفارسي، وأيضا الخط الكوفي، وبعدين في الخط الحر. يعني أنا أزعم فأقول يمكن دي اللغة تكون رقم 1 على مستوى لغات العالم، بها هذا الكم الهائل من الخطوط. وربطا باهتمام التعليم في إريتريا في السنوات اللي قبلنا، وحتى السنوات نحن اللي لحقنا بها، كان فن الخط واحدة من الخطوط من الفنون اللي تهتم بها المدارس. ليه؟ لأنه التعليم كله كان باللغة العربية، ويوم كان التعليم باللغة العربية في إريتريا شمالا وجنوبا شرقا وغربا، بالإضافة للغات المحلية الثانية، يعني كان الاهتمام بالخط العربي يعني معمول به على أكمل وجه، كما حدثني كثير من الزملاء. نحن بالنسبة لنا في فترة السبعينات يعني لحقنا الخط أيضا في المعهد الدين الإسلامي، لأنه من بعد الخمسينات تراجعت اللغة، وبعد كم و20 سنة نحن لحقنا الخط في المعهد وليس في مكان آخر، لأنه المدارس خلاص يعني مع الأسف الشديد تخلت عن اللغة العربية، وشوية سحبوا التجرينيا وبقت البلد كلها أمحرينيا في أمحرينيا، وشوية إنجليزي وهكذا. لكن في إريتريا
القديمة في تعليمه كان هناك فن الخط. وفي نفس الوقت يعني، والمسألة دي كانت هي جاية برضو من السودان، والسودان الحبيب طبعا في يعني واحدة من المناهج، بالذات في السنة في المناهج القديمة، مادة الخط كانت موجودة وتأخذ عليها درجات. يمكن نحن لما التحقنا بالمدارس السودانية ما لقينا مادة الخط، ولكن يعني كل المعلمين كلهم كانوا خطوطهم جميلة، وأعتقد أنه برضو كان يتدربوا على فن الكتابة في معهد بخت الرضا في الدويم، يعني في نهر أبيض في الوسط يعني. والله أنا من هذا البرنامج أتقدم بالتجلة والإكبار والتحية الحارة لأولئك المعلمين الذين درسونا، سواء كان في إريتريا أو في السودان عندما التحقنا هناك يعني بالتعليم، وكانوا كان لهم دور كبير في تحسين خطوطنا وفي تهذيب الخط والكتابة. ولأنه فن الخط بحد ذاته، يعني أنت هسي لما تقرأ حاجة كده مكتوبة بخط جميل فتدخل السرور والراحة في نفسك، بعكس لما تلاقي خطوط كده ملخبطة وبتاع فما تقدر تقرأ القراءة الصحيحة. والمسألة لها أبعاد نفسية وأبعاد ذهنية، وحتى فيها كذلك تؤثر حتى على سلوكك وأشياء كثيرة. وسبحان الله يعني أنا ما أعرف الشيء العام، أنه مع أنه الأخت العزيزة الأنثى يعني هي تهتم بأشياء وأشياء، لكن في الغالب خط الأخوات العزيزات ما هو زي خط الرجال في الغالب. يعني هذه ما مسألة بتاع جندر أو مسألة فيها يعني ما تمييز وكده، لكن في الغالب إنه الرجال خطوطهم أجمل من النساء بشكل عام يعني. وبعض المعلقين يقولوا لأنه المرأة بتهتم بجماليات أخرى وتبذل قصارى جهد في أشياء، لأنه هي أنثى وكده فتتزين وتعمل وكده بتاع، ولذلك تلغي مسألة الخط ما تهتم به كثير. هذا لا يعني إنه ما في الأخوات إنه خطا جميلا، أنا بتكلم بشكل عام يعني. غالبا يعني الخطوط الجميلة هي عند الرجال. وما داير نطلع من الموضوع الرئيسي. عموما الخط العربي واحد من ما يميز هذه اللغة الجميلة، لغة القرآن، لغة أهل الجنة في الجنة إن شاء الله، ولغتنا الحبيبة. نحن نتحدث ونربط حديثنا دائما بما عاشته إريتريا. في فترة من الفترات زي ما قلت إنه مادة الخط كمادة كانت موجودة، وأنا سألت كثير من المعلمين كانت تدرس وتأخذ عليها درجات زي وزي أي مادة. وده يوريك أنه سر هذه اللغة في يعني حتى يعني أنا مرة تحدثت وقلت إنه اللغة الموسيقية يعني فيها لغة فيها نغم وفيها ريثم وفيها هارموني ما موجودة في بقية اللغات الأخرى. ودللت على ذلك أنه ما تفضل به الأستاذ الباحث الأستاذ العزيز عبد الكريم الكابلي، أتمنى له الصحة والعافية. تحدث عن يعني مميزات هذه اللغة، فقال إنه يعني وهو رجل دارس في الصوتيات وهكذا، فقال إنه اللغة العربية ما يميزها أنها لغة موسيقية، يعني كل حرف يخرج من مخرج محدد يعني، وليس كما هو في اللغة الإنجليزية وفي اللغات الثانية كلها بشكل عام. أيضا من مميزاتها أنه برضو في الخط هذه اللغة تتميز، ولذلك يعني دائما نشوف أسرار هذه اللغة، لذلك جاءت بها خاتم الرسالات القرآن الكريم. وبعدين سنرى كيف اقترن فن الخط بالقرآن الكريم. فعزيزي المشاهد،
أنا أدعو المخرج الآن وأنا أتحدث عن، أولا حأعمل مدخل عام عن فن الخط العربي، تاريخه وأدواته وأنواعه. لما نجي في الأنواع يدخلوا لنا المخرجين الخط الذي سأتحدث عنه. بتقول المراجع والمعلومات أنه تتعدد أنواع الخطوط العربية، والتي تتميز حروفها بأنها متصلة وقابلة للتشكيل. برضو اللغة الإنجليزية برضو حروفها متصلة، لكن ممكن أن تكتبها كمان متباعدة. وهذه الصلة بتاعت اللغة العربية أنه تركبها تركيب مع بعض وقابلة للتشكيل. هنا تبدو الفرصة بتاعت فن الخط يعني. وقد أبدع الخطاطون في أشكال الخطوط وضبط قواعد كتابة هذه الخطوط. يعني أي نوع من أنواع الخطوط له ضوابطه وأسلوبه وأشياء المحددة له، وحنرى ذلك بالتفصيل. كما اقترن الخط العربي بالزخرفة العربية، وتفرعت أنواع الخطوط العربية كثيرا، لكن الأنواع الرئيسية هي خط النسخ وخط الرقعة وخط الثلث والخط الفارسي والخط الديواني والخط الكوفي، بالإضافة للخط الحر. وتحسين الخط يتطلب أدوات خاصة مثل القلم المشطوف أو البوص المشطوف، وللقلم الجيد مواصفات عند كتابة الخط وطريقة بري القلم وتحضير ورقة الكتابة. وأنا هنا يعني فن اللغة العربية أن تتفنن في الخط وكتابته يبدأ معك من الخلوة. وطبعا إذا كان هذا القلم قلم الرصاص يعني بريته معروفة بهذا الشكل، لكن بالنسبة للقلم الذي تكتب به على الدواء، وما أجمل تلك الأيام، أنه يبرى بطريقة تخليه شوية سمكه مش رفيع كده، بيكون شوية يعني ما سميك إلى حد بعيد، لكن يكون برضو فيه مساحة كده عريض كده شوية، وبعدين تفتح فيه في النص حتى ما تدخل الدواء في النص، وبعدين تتنزل وانت تكتب الخط. فانت تتعلم الكتابه في اللوح. ولذلك الذين قرأوا القرآن الكريم تلاقي خطوطهم جميله يعني، لانه هو تخيل واحد بيكتب من سوره الناس الى سوره البقره، كم هائل من الايات وكم هائل من الحروف والتراكيب يعني. وتلاقي مرة حرف واحد زي نون مثلا، قاف، وهكذا حرف يعني آية، وتلاقيها بعدين ماشية هذه النون اللي جات لوحدة داخلة في النص وفي النهايات. وأنا زي ما أشرت القرآن الكريم معظم آياته مختومة بالنون، وفي ذلك سر من الأسرار يشرحها العلماء. فتخيل انت من سوره من سوره الفاتحه الى سوره البقره وانت تكتب على هذا اللوح وتحفظ وتسمع وتمشي تمسح، هكذا تتمرن. وعشان كده هم الخاتمين القرآن الذين درسوا في القرآن الكريم هم يعني كتاباتهم وخطهم جميل. إذا التحقوا بالمعهد طبعا فبها ونعم كما يقال. وهناك في المعهد يعني احنا لما التحقنا بمعهد أغرداد، معهد أغرداد الإسلامي، معهد الدين الإسلامي بأغرداد، كانت هنالك مادة الخط العربي تأخذ عليها درجات ويكتب لك يعني. وبعدين المقتبسات من جد وجد، ويعني الصبر جميل، والله في حاجات كثيرة. وأنا من هنا أترحم على أستاذ الخط عندنا الأستاذ عبيد حميدان رحمة الله عليه رحمة واسعة، توفي في اليمن منذ سنوات بعيدة يعني. فكان خطاط جميل وتعلمنا منه فن الخط في الكتابة. وأنت عندما تتعلم فن الخط يعني نطقك للكلام وأنت تتحدث بينعكس في طريقة أسلوب كلامك. أنا دي لاحظتها يعني ملاحظة.
كثير من الناس خطهم الجميل تلاقي كلامهم برضو بنفس الهناية. وأعتقد أن المسألة فيها ربط علمي ونفسي وكده، أعتقد ذلك، لأنه تلاقي دائما الزول السريع في الكلام كده اللي بيقول لك كده دائما خطه برضو نفس الهناية. فأعتقد أنه الكتابة بخط جميل وكده برضو بيعلمك أسلوب الكلام الجميل. وإذا تحدثت، طبعا العربي يقول تحدث لأفهمك يعني، فإذا تحدثت للآخر بطريقة برضو فيها تقعيد للكلام وطريقة مرتبة. أنا لا أتحدث عن الإعلاميين. الإعلاميين تفرض عليهم مهنتهم أن يتحدثوا بشكل معين، هنالك طريقة لتقديم البرامج والأخبار والتقارير وما إلى ذلك، لكن أنا أتحدث بشكل عام. فدائما أصحاب الخطوط الجميلة في الغالب، وقد تكون هنالك استثناءات، في الغالب تلاقي كلامهم برضو فيه شكل من أشكال النغم عفوا، والوقع المرتب، وبرضه تلاقيه يعني مرتبط بشكل خطه وشكل كلامه. كما القصب نرجع إلى لون شكل القلم، ويقول إنه الكاتب له أنواع القصب، ومنها أنواع مفضلة لتهيئتها كقلم كتابة، ويتحدث عن شكل القلم في الكتابة على ربما على اللوح يعني. وللأقلام كذلك أنواع تختلف في كيفية بري القلم وتهيئته، وللأحبار كذلك أنواع وطرق لتجهيز المحبرة. وأنا هنا يعني برضو أتذكر كم هائل من الكتب القيمة، الكتب الثمينة، أمهات الكتب كما يقال، يعني مكتوبة. وحتى القرآن الكريم إلى عهد قريب كان يكتب بخط اليد. وكثير من العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية وعلم الفلسفة، عندما كان المسلمون يعني رواد للحضارة، يعني كل العلوم هذه يعني اللي ظهرت ويعني تم تطويرها واستبدلت بلغات أخرى منها اللغة الإنجليزية، كانت كلها مكتوبة باللغة العربية وكتبت على الدفاتر، تلقى كتاب ضخم قدر كده مثلا وهكذا. فكانت كلها كتبت، وحتى المصحف الكريم موجود برضه مكتوب بخطوط، وحتى لما كانت جمعت على أكثر من شكل كما هو معروف في التاريخ. نجي الآن عزيز المشاهد نتحدث عن أنواع الخطوط. خط النسخ ده واحد من الخطوط المعروفة، وهو أشهر الخطوط وأكثر الخطوط استخداما في اللغة العربية. يتميز خط النسخ بالسهولة والجمال. ابتكره العباسيون الذين يعني جاءوا بعد العهد الأموي. تفنن العباسيون في كتابته، فقد حسنه ابن مقلة وجوده الأتباكيون ونمقه العثمانيون، هكذا تقول السير ويقول التاريخ. وقد كتب القرآن الكريم بخط النسخ، كما نسخت به الكتب والمخطوطات العربية، وفيه قابلية للتشكيل، يعني أن تشكل الحروف يعني. واللغة العربية هي لغة تشكيل، ولغة التشكيل هذه قد تكون التشكيل الفتحة والضمة والكسرة والتنوين، وقد يكون برضو التشكيل قواعديا لما نشوفه برضو أنت تستخدم التشكيل، ولكن بدل الفتحة يمكن أن تستبدل في الإعراب والقواعد والنحو تستبدل بشيء آخر، وكذلك الألف والواو والنون. يعني ما دارين نمشي للأجرومية الآن مثلا أو للقواعد، ولكن إذا كان أي كلمة الكلام يعني هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يعني. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، هي كده تركيبة اللغة.
فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. فلما مثلا نقول مثلا، قلنا مثلا فتحة وضمة وكده، ففي القواعد يقول لك للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة تكون علامة الرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وهكذا، وجمع المؤنث السالم. وأما الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. أنا ما دار أمشي كثير، لكن اللغة العربية هي لغة تشكيل، فيها التشكيل فتحة وكسرة وضمة و200 تخش. ودي ميزة هذه اللغة الجميلة. على فكرة في اللغة الإنجليزية ما فيش قواعد كثيرة أبدا، يعني فعل وفاعل ومفعول به، وبعدين في الأوبجكت ويعني الصفة وكده، يعني ما كثيرة. وفي علامات الترقيم البريبوزيشنز ايش اللي بيسموها ما فيها تركيبة، لكن برضو لأنه هي لغة سائدة وكده. و يعني لما نقارن القواعد، قواعد اللغة العربية والإنجليزية حاجة ما ممكن تتخيلها ذاته. ويكفي أنه عدد مفردات اللغة العربية مقارنة بمفردات اللغة الإنجليزية بغير التكرار، يعني البون شاسع جدا جدا، وعشان ما نطلع في حتة تانية. عموما يعني زي ما قلنا إنه خط النسخ هو قابل للتشكيل، كما اعتمدته الصحف كخط أساسي لها، حتى عرف بالخط الصحفي اللي هو خط النسخ. يعني معظم الصحف تكتب بخط النسخ. وخط النسخ مشتق من خط الثلث، ويقع أحد فروع خط الثلث، لكنه يتميز عنه بأنه أكثر قاعدية وأقل صعوبة من الثلث. نحن نشوف خط الثلث بعدين لما نجي. وحروف خط النسخ أصغر من حروف خط الثلث، وأبسط في طريقة كتابته، وأوضح في القراءة والكتابة، وهو الخط السائد. وخط النسخ من أشهر الخطوط العربية والشائعة الاستخدام، يجمع بين الرصانة والبساطة، وهو من أوائل ما يتعلمه الطلاب في الخط العربي، وتحديدا في القرآن الكريم أو في المدارس. لخط النسخ قواعد ونماذج كذلك لخط النسخ، ويمكن يعني تكون شفتوا الآن من خلال الإخراج اللي عرضوه زملائنا في الإخراج وفي المونتاج خط النسخ. الآن نأتي إلى خط الرقعة. يتميز هذا الخط الذي ترونه أمامكم مشاهدينا الكرام، يتميز خط الرقعة بالاستقامة والبساطة وسهولة الكتابة والقراءة والبعد عن التعقيد. وحروف خط الرقعة قصيرة ليس كخط النسخ، وتستهلك مساحة صغيرة مقارنة بأنواع الخطوط الأخرى. وخط الرقعة من أحدث أنواع الخطوط العربية، ابتكره الخطاط التركي ممتاز بيك، حيث استشقه من الخط الديواني وخط سياقة، ووضع له قواعد حاكمة لضبط هذا الخط. هذا خط الرقعة كما ترونه مشاهدينا الكرام. الآن فاصل قصير من شبكة سلام أو قناة سلام الإعلامية، وأنتم تتابعون مشاهدينا الكرام الحلقة 17 في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث اليوم عن فن الخط العربي. أبقوا معنا مشاهدينا الكرام. نعود إليكم مشاهدينا الكرام، ونتحدث عن الخط العربي وفنونه في حلقة من برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة 17. تحدثنا عن نوعين من الخطوط: الخط الأول خط النسخ، والثاني هو خط الرقعة.
من حيث حديثنا وليس في ترتيب يعني. نأتي الآن إلى خط الثلث. خط الثلث أيضا له قواعد ونماذج. تقول المعلومات خط الثلث هو أصل الخطوط العربية، يعني أصل الخطوط العربية هو هذا الثلث، وأجملها وأصعبها ابتكره ابن مقلة المتوفى سنة 328 هجرية، ووضع قواعده وقياساته من النقاط. ومن بعد ابن مقلة جاء ابن البواب علي بن هلال البغدادي المتوفى سنة 413 هجرية، فأضاف إليه وهذبه وأرسى قواعده دون أن يتدخل في قواعد ابن مقلة. يعني هذا الخط الذي ترونه أمامكم الآن مشاهدينا الكرام هو خط الثلث، وخط الثلث هو أكثر الخطوط العربية إلهاما للخطاطين. والخطاطون طبعا يعني عشان نعرف أنه سر هذه اللغة لها خطاطون يعني احتراف يعترفوا الخط. أعتقد برضو في بقية اللغات موجودة، لكن يعني في البلاد العربية تحديدا السودان يعني في ناس يمتهنوها امتهان رسمي وهم معروفون بالخط والخطاطون يعني. وزي ما قلت إنه يعني هو ملهم للخطاطين. هذا خط الثلث وهو الميزان الذي يوزن به إبداع الخطاط. يعني الخطاط دار تعرفوا شوف الخط ده هل قاعد يخط كويس ولا ما قاعد يخط كويس، ومن هنا تعرفوا إنه هو خطاط حقيقة ولا هو مقلد. ولا يعتبر الخطاط فنانا ما لم يتقن خط الثلث، فمن أتقنه أتقن غيره بسهولة ويسر. سبحان الله، يعني إذا أجاد خط الثلث فهو ممكن يجيد كل الخطوط، كل أنواع الخطوط يعني. وقد أبدع الخطاطون في تصميم لوحات الخط العربية المكتوبة بالخط الثلث، وقد استخدموا فيها الكلمات المتداخلة والمتراكبة لإنتاج تصميم نصي من السور والآيات القرآنية في إطارات زخرفية. يعني ده كما تشاهدون نماذج من خط الثلث. نجي عزيزي المشاهد الآن للخط الرابع وهو الخط الديواني. الخط الديواني ابتكره العثمانيون كذلك، وتم اعتماد الخط الديواني كخط رسمي للدولة العثمانية بعد فتح القسطنطينية عام 857 هجرية. وتقول المعلومات وسمي بالخط الديواني نسبة إلى دواوين الحكومة التي كانت تكتب بها وتكتب بها، ويتميز هذا الخط باستدارات حروفه، فكل حروفه مقوسة كما تشاهدون الآن أعزائي المشاهدين. كما يتميز الخط الديواني عن الأنواع الأخرى من الخط العربي بمرونة التقاء الحروف وتلاصقها، فهو خط لين مطواع وسهل الاستخدام. هذا الخط الديواني وهو الخط الرابع. تحدثنا عن خط النسخ أولا، ثم خط الرقعة، وبعد ذلك خط الثلث، وأخيرا كان الخط الديواني. الآن نأتي إلى الخط الفارسي. طبعا له قواعد ونماذج. ظهر هذا الخط الفارسي ويسمى كذلك خط النستعليق. النستعليق ألف لام نون سين تاء عين لام ياء قاف. أول خط الفارسي، وظهر في بلاد فارس إيران الحالية في القرن السابع عشر، في القرن السابع الهجري. ظهر في القرن السابع الهجري، وسمي أيضا بخط التعليق، وهو مشتق من القيراموز، وقد وضع أصوله وأبعاده الخطاط
مير علي الهراوي التبريزي المتوفى عام 919 هجرية. ويتميز الخط الفارسي كما ترونه أمامكم مشاهدينا الكرام، هو الخط التعليق، بأن خطوطه ليست مستقيمة، فكل الحروف بها انحناءات أو قيم متغيرة في سمك أجزاء الحرف الواحد. الحرف الواحد ذاته سمكه تلقاه زي ما تشاهدوه الآن، والصورة أبلغ من الحديث. كما يمتاز هذا الخط عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة بالامتداد والسهولة والوضوح، وهو خط مبدع وجمالي، يعني فيه إبداع وجماليات، ليس فيه تعقيد، كما أنه لا يتحمل التشكيل. الخط الفارسي، وقد طور الإيرانيون الخط الفارسي واشتقوا منه خطوطا فرعية مثل خط الشكستة والخط الفارسي المتناظر والخط الفارسي المختزن. له 3 أنواع أو 4 من الأنواع، يعني الخط الفارسي. وتكتب بها طبعا كثير من لغات غير عربية، الأردو وغيره. هسي يعني مثلا أهلنا وأحبابنا في أفغانستان بيكتبوا بالخطوط العربية، وأعتقد هم يستخدموا الخط الفارسي. وكذلك أخواننا في باكستان وإيران وكثير من البلاد الإسلامية تستخدم تستخدم اللغة العربية بهذا الخط الفارسي فيما أظن، وقد تستخدم كذلك أنواع الحروف الثانية، وهي تكتب لغاتها غير العربية ولكن تكتبها بحروف عربية. وكما ذكر لنا في التاريخ الإريتري أنه الكثير من الاتفاقيات التي كانت تبرم سواء كان بين الإيطاليين أو في العهد العثماني أيام وجودهم في على السواحل الإريترية مصوع وضواحيها وغيرها، يعني كثير من المعاهدات كتبت باللغة لغة التيغريت، ولكنها كانت تكتب بالحروف العربية باستخدام الحرف العربي، وكانت تكتب لغة التيغريت. وزي ما قلت أنا في يوم من الأيام إنه اللغات العربية والتيغريت والتيغرينيا وحتى الأمهرية والعبرية هي لغات سامية عفوا، من قبيلة لغوية واحدة. وهناك الآن من يكتب بالتيغريت بالحروف العربية. كثير من الشعراء أنا أعرفهم يكتبون بلغة التيغريت، يكتبوها بالحروف العربية وتقرأ بكل سهولة، ما عندهاش أي مشكلة. من الشعراء الذين عرفتهم أنا يعني الشاعر الكبير إبراهيم محمد علي قورت، يكتب بكل أشعاره الوطنية والغنائية وغيرها بيكتبها بحروف عربية. كذلك أبو خالد إدريس محمد علي فك الله أسره أو رحمه الله، أيضا أشعاره وكل حاجاته الفنية والوطنية كان بيكتبها أيضا بالحروف العربية لغة التيغريت. وبرضو في ناس يكتبوا لغة التيغرينيا بالحروف العربية. طبعا هم شالوا يعني أنا أزعم على أنه حتى التيغرينيا برضو في بداياته احتمال كانت تكتب بحروف عربية، طالما التيغريت كانت تكتب بحروف عربية قبل ما يجي الغزو بتاعت الجئز. وإن كان الجئزية اللغة ذاتها هي واحدة من اللغات الحميرية زي ما أشرنا، وقد تكون هي ذات نفس الحروف الجئزية اللي كانت تكتب بها الحروف اللغة الحميرية في اليمن، ونلاقيها في النقوش وهكذا، حتى لو تم تحريفها شوية هكذا. لكن أنا أزعم فأقول إنه حتى التيغرينيا احتمال كانت تكتب بالحروف العربية
في زمن من الأزمان. وهناك من يكتب أيضا لغة التجرينية بحروف عربية، ويمكن يعني ما أنا أشير على أنه حتى أنا أكتب الحروف اللغة التجرينية أسهل لي أن أكتبها بحروف عربية بدلا الحروف الجئزية، ولكن برضو يعني بقراها برضو من الجئزية، لكن أميل في كتاباتي لما دار أكتب التجرينية بكتبها بحروف عربية في الغالب. وممكن يعني حتى الكتابات الطويلة، لأنه علاقتي أنا بالحرف العربي أكثر من الحرف الجئزي، وبالتالي يمكن أكتبها ما في أي إشكالية. وأنا أدعو المشاهد الكريم عشان ما يتماهى مع يعني لغة هي برضو لغة وطنية، لغة التجرينية، وعشان برضو نكسر الحاجز الموجود الذي صنعه المستعمرون كلهم بما فيه هذا المستعمر الموجود الآن. يعني هم حاولوا يعزلوا متحدثي اللغة العربية، أو يعزلوا، خلونا نقول بشكل أوضح، المسلمين من لغة التجرينية، وبالتالي خلوا يعني ركزوا أن تكتب التجرينية باللغة الجئزية أو الحروف الجئزية عفوا. ما نقدر نحملهم كل هذه الجريمة للمجموعة الحاكمة، لكنها أيضا ساهمت أن تضع وتضرب إسفين بين أن تكون اللغة التجرينية تكتب فقط بحروف جئزية، إلى درجة أنه مشوا برضو في كثير من اللغات التي كانت تكتب بالحرف اللاتيني، كمثلا على سبيل المثال برضو لغة التجرايد بالذات في فترة الإيطاليين، وحدين كانوا يكتبوها باللاتيني. وكثير من اللغات الثانية زي لغة الكنامة مثلا كانت تكتب بالحرف اللاتيني. أيضا البلين كذلك، العفرية ولغات أخرى. شيئا فشيئا هذه المجموعة حتى ما تجبر الناس على أنه والذي لا يعرف الجيز حيسيب التجرينية، ويكون أنه تعزل الناس أنه لا يسمعوا عربي ولا يكتبوها، ولا يسمعوا التجرينية ولا يكتبوها. فكأنك أنت عزلت اللي بيتحدث اللغة العربية. وخلينا نقول بشكل عام يعني الغالبية الآن المسلمين من الشعب الإريتري ما يكتب التجرينية ولا يسمع ولا يفهم ذلك، ودي طبعا تتحمل تبعاتها أو مسؤولياتها أنظمة كثيرة، لكن هذه المجموعة أيضا تتحمل جزء منه. والمتحدثين بالتجرينيا ما عندهم علاقة بالعربية نهائي، إلى درجة يعني كفروا بها، يقول لك ذات ما لغتنا، وتطرفوا أكثر، وهنالك أيضا تطرف مماثل. بالتالي أنا أدعو الناس اللي يعرفوا اللغة التجرينيا يعني يقدروا يسمعوها ويتحدثوا بها. عشان أنت ما بتعرف لغة الجيز، حرف الجيز، ما تعزل نفسك ولا تحرم نفسك ولا تحرم الآخر، اكتبها بحروف عربية وما في أي مشكلة. يعني السي والشي والحاجات دي بتبقى شوية هنا، لكن أنت ممكن تعمل لها برضو مميزات. يعني شنو اللي يمنع الآن عشان تقول مثلا سلام كمي توعلو كبرانا كبرات، سلام سين لام ألف ميم، كمي كاف ميم ياء، بس كمي. بدل تكتبها كده ك ما ي، هي ذاتها فيها نفس وثلاثة حروف، فواحدين ما يعرفوا ك ما ي، فيا أخي اكتبها كمي بالحرف العربي كاف ميم ياء. غير الإريتري حيقراها كمي، انت حتقراها كمي. اعمل فتحه على الكاف ك ما ي، اعمل لها ما لما تشون اعمل لها كسره، وي اعمل لها حاجه كده مع السكون ولا حاجه. كمي تحدروا تحد دال تحدروا. يعني هي عشان كده هي قبيله واحده. الليله لو دار تكتب مثلا لغه انجليزيه بحروف عربيه صعبه جدا. يعني عشان تكتب مثلا جود مورنينج بالعربي مثلا، جود ده هتعمل لها شنو؟ جو قاف جو
هتعمل لها واو واحد ولا واوين، جود مورنينج، يعني فيها صعوبة حتى لو دار تخش فيها داخل حتشوفها. إنما في العربي والتجرينيا والتجريت ممكن تكتب الثلاثة بالحرف العربي. وإذا كتبت هذه اللغات الثلاثة، وفي واحدين يحاولوا يكتبوا، أنا بشوفهم يعني، أنا حرجع لأنه على الخطوط باقي لنا خط واحد، بحاول بشوفهم يحاولوا يكتبوا، ولذلك أول ما يكتبوا صحيح في البدايات قد تكون فيها صعوبة. سنموا أيام كفو ليكم، كفو هليكم. وأحيانا تلقى ذات المفردة هي بنفس المفردة العربية أو النطق ذاته. سلام سلام، كفو هليكم، كميل لهم، كيف حالكم، هي ذاتها. يعني الواحد لو طلعنا بس من عقد الاسقاطات السياسه والنعرات والانويه والحاجات، حنلاقي الناس حتنساق فيها بشكل مباشر. لذلك انا ادعو ان يحاول الناس كتابه التجرينيا والتجريت بحروف عربيه، شويه شويه كده حتلاقي المساله مشت كويس. عشان كده انا اتعمد دائما اميل الى الكتابه بالحرف العربي، سواء كان للتجرينيا وللتجريت ذاته. حتى التجريت لما اكتب بها سواء كان في الشعر او في رسائل معينه برضو اكتبها بحروف عربيه، وليس هنالك اي مشكله. عموما نرجع الى الخط. نحن انتهينا من الخط الفارسي. الان نتحدث عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده عن الخط الكوفي، وبعدين عندنا الخط الاخير. فانا ادعو الاخوه المخرجين يدخلوا لنا الخط الكوفي. والكوفي من اسمه، الخط الكوفي هو من أقدم الخطوط العربية، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الكوفة، حيث تبنته وأبدعت فيه. الكوفة العراق يعني. وقد كتبت المصاحف بالخط الكوفي في ال5 قرون الأولى من العام الهجري، ويعتمد رسم الخط الكوفي، أو يعتمد عفوا على قواعد هندسية ووحدات زخرفية، ويعد الخط الكوفي أفضل أنواع الخطوط العربية للفن والزخرفة. وقد أبدع الخطاطون والفنانون في الكتابة بالخط الكوفي، وقدموا نماذج متعددة من أنواع الخط الكوفي، وفيها الكتابة بالخطوط البسيطة والكتابة المزخرفة والمزيدة بالحلى بالذهب يعني. وهذا هو الخط الكوفي. آخر الخطوط هو الخط الحر. والخط الحر تعليم الخط الحر يشرح بعض القواعد المقترحة في كتابة الخط الحر، كتابة الخط العربي الحر بالعديد من البدائل، ويوضح بعض القواعد البسيطة لرسم الحروف والكلمات يقدمها الخطاط يعني الذي يهتم بهذا الخط. والخط الحر هو خط حديث في أنواع الخط العربي، لا يخضع لقواعد محددة. يعني أعتقد أنه هو خليط من هذا وذاك، وإنما يخضع لذوق ورؤية كل خطاط. وقد قام بعض الخطاطين العرب بوضع قواعد للخط الحر، فيما تحفظ آخرون على هذه القواعد باعتبار الخط الحر يعني برضو ما عندوش قيود، وكونه ما يخضع لقواعد برضو فيها شكل من أشكال الفوضى. يعني دائما هو ذاته كلمة حر دي شوية فيها شكل من أشكال الحرية والعربدة الخلاقة كما يقال، يعني تجاوزا، يعني زي مثلا الشعر الحر. يعني هذه قضية أخرى إن شاء الله يوم كده نجي نتحدث ماذا يعنون بالشعر الحر، يعني وشنو يعني الشعر الحر، جوا الكلام ده فيه شنو يعني، وهل هنالك سيناريوهات مبطنة وكذا. ده حنجيه في يوم من الأيام نتحدث عن الشعر العربي، باعتبار هذا البرنامج هو برضو يعني
يهتم باللغة العربية، آدابها وفنونها كما شرحنا في الحلقة الأولى. والخط الحر ليس له فرشاة محددة ولا سمك محدد ولا قيود محددة للمدود، ولا يرتبط كذلك بطريقة التقوس، فقد ترسم حروف الخط الحر في استقامة وخطوط مكسورة. هذه هي أشهر الخطوط التي وقفنا عندها ونحن نتحدث عن الخط في شكل من أشكال أو فن الخط العربي، قائم على أكثر من 6 تقريبا أو 6: خط النسخ كما تحدثنا، وخط الرقعة، والخط الثلث أو خط الثلث، والخط الديواني، والخط الفارسي، والخط الكوفي، وأخيرا الخط الحر. نحن في خواتيم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. أنا أشكركم جزيل الشكر، لكن قبل الوداع أنا حبيت أتحدث عن ونحن نتحدث عن الخطوط بشكل عام وأنواع الخطوط، فحبيت أنه أضيف على هذا النوع من الخط، وهو الذي يزين مسجد الخلفاء الراشدين في العاصمة الإريترية أسمرة. نعم، هذه اللوحة الجميلة التي تشاهدونها أعزائي المشاهدين ومكتوب عليها مسجد الخلفاء الراشدين. أنا حازح شوية عشان تشوفوا هذا النوع من الخط، وإن شاء الله مما شاهدتم الخطوط كما تشاهدون هذا الخط الذي ترونه جامع الخلفاء الراشدين، بني عام 1900. وأنا حبيت بمناسبة حديثنا، هذا واحد من الخطوط العربية التي شاهدتموها أعزائي المشاهدين. وعبر هذا البرنامج ومن هذه الحلقة أنا أترحم على الخطاط الذي خط هذا الخط الجميل، وكتبه تقريبا أعتقد في فترة الستينيات أعتقد أو في السبعينيات. وصاحب هذا الخط جمعتني معه الصدفة الجميلة، ولكن برضو في القلب غصة. الخطاط هو عبد الرحمن ضيف الله. عبد الرحمن ضيف الله هو رجل إريتري من أصول يمنية من أبناء مدينة أسمرة، وكان يعمل مدرسا في مدرسة الجالية العربية، حيث تعرفت عليه هناك عام 1991-92. كان مدرس في المرحلة الابتدائية بمدرسة الجالية العربية. نحن نقول الجالية العربية، الآن النظام أو المجموعة الحاكمة مسميها مدرسة الأمل، حيث لا أمل. لكن هذا الخطاط الأستاذ المحترم غاب عن الأنظار واختطف كما اختطف آخرون. أخذته العصابة الحاكمة عام 1994، ومن عام 1994 مختفي هذا الرجل، ونحن نترحم عليه شهيدا وحيا، لأنه مسجون من 94، 26 عاما تحت الأقبية، وكيف يكون بالتالي أنا حبيت أترحم على هذا الرجل المعلم الخطاط الذي كتب هذا الخط جامع الخلفاء الراشدين، وحدثني بنفسه. وكثير من الناس قالوا فعلا عبد الرحمن ضيف الله كان رجل خطاط ورجل جميل ورجل أنيق، حتى في لبسه ومظهره وحتى حديثه وكلامه كان رجل مهذب زي خطه الجميل. وهذا المسجد كما تعلمون بني عام 1900، قبل الكاتدرائية الموجودة في أسمرة ب27 عام. الكاتدرائية بنيت عام 1927، وهذا المسجد ليس بهذا الشكل، لكن بدأ فيه البناء عام 1900 ميلادية. وكما قال الشاعر: فإن كانت تلك الطغمة الحاكمة أخفت هذا الرجل الفنان المبدع،
الأستاذ أخفته عن الأنظار مع غيره كثير من العلماء والأبرياء من النساء والأطفال والشباب والعلماء والتجار والمدرسين والمحامين والوزراء، وأخفتهم عن الأنظار. هذا الخطاط يعني هو يظل باقي وموجود، ويكفيه هذا الشرف أنه خط في أشرف مكان، يعني بيت الله جامع الخلفاء الراشدين. أنا إن شاء الله في يوم من الأيام حأجي وأتحدث عن المساجد في إريتريا، تحديدا في العاصمة أسمرة كمان، وشنو سر تسمية المساجد بأسماء الخلفاء الراشدين. في الأخير أود أن أقول يعني كما قال الشاعر، يعني الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وصاحب الخط تحت الأرض مدفون. يعني هذا البيت أنا ما أعرف أنسبه لمين، لكن أنا حفظته منذ زمن طويل، يعني أيام الطفولة يمكن. الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وصاحب الخط تحت الأرض مدفونا. ويبقى زمانا في هذه، يعني حتى لو أخفته تلك العصبة وللعنة وللبأس الأستاذ عبد الرحمن ضيف الله، ولكن برضو هذا الخط سيبقى زمانا، ويبقى زمانا إن شاء الله تستمر، وليس كما قال عمنا أبو طيب المتنبي تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. نحن نتمنى إن شاء الله أن تظل هذه الشهادة وهذه المكرمة باقية، ويبقى لك الأجر الأستاذ عبد الرحمن ضيف الله. وحيي أسرتك حيثما هي، سواء كانت في اليمن أو في إريتريا. ولكم مشاهدي الكرام جزيل الشكر، وكذلك ثواب المتابعة والأجر، ولنا كذلك نسأل الله أن يجزينا عن ذلك عن هذا وذاك خيرا وإحسانا. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من هذا البرنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية في الحلقة 18 بإذنه تعالى. حتى ذلكم الحين، هذا أحمد شريف يحييكم في الإعداد والتقديم، وتحيات زملائي في الإخراج والمونتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.